فنون السحر والدجل للباكيكا وحكاية الوحدة الوطنية. تكمن القوة الرئيسية للباكيكا في دجلها وشعوذتها، فكما يقلب الساحر منديلا عصفورة أو يخفي عصفورة في قفص بعد تغطيتها بقطعة قماش، فكذلك هي ممارسة الباكيكا بالضبط، فتبدي شيئا لا وجود له كما تخفي شيئا حقيقيا عن أنظار الناس. لهذا نستطيع تشبيه هذه التنظيمات بالسحرة والمشعوذين، فالساحر أو المشعوذ ينال تصفيقا حارا من المشاهدين، علما أن كل قواه تنصب في خداع أعينهم. فمثلا عندما يقوم الساحر بإخفاء يفعى في قفص على خشبة المسرح، إنما يفعلها لدى تأكده من عدم وجود مخاطر لتلك الأفعى، وإلا فلن يقدم على فعل شيء. كذلك الباكيكا، فتظهر نفسها كشخصية قوية ووطنية جريئة، غير أنها عندما ترى خطر الأعداء يحدق بها يبطل سحرها ودجلها. فمثلا بشأن أحداث كردستان سوريا غرب كردستان، كانت تقول بأن العالم برمته بحاجة لنا، وأننا سنحارب وسننتصر مع أو بدون أمريكا، ولولانا لما كانت أمريكا قادرة على إدامة حربها، غير أنه بسبب عدم تلقيها الدعم من القوات الأجنبية في معركة عفرين، ورغمت على الانسحاب بعد تعرضها لخسائر فادحة وتسليم المدينة لتركيا على طبق من ذهب حسب اتفاقية مع تركيا. فبعد انسحاب القوات الأمريكية من على الحدود بين كردستان سوريا وتركيا، تخلت عن سالكاني وجيليسبي خلال فترة 10 أيام. وعندما نصرح بهذه الحقائق لا نقصد بها تنقيص قيمة الشهداء من المقاتلين المدافعين عن وطنهم وفي سبيله، فهم محل تقدير واحترام عظيمين لنا، بل نحاول كشف حقيقة ما تقوم به الباكيكا من إطلاقها تصاريح جوفاء بأنها ستشن حربا ضروسا، إلا أن التوقعات خانت محلها، إذ لم تنجلي غير بعض المواجهات والاشتباكات الطفيفة والتي استمدت روحها وقوتها من تاريخ الكردية والمقاومة البطولية لها. فلا انتهاء لمسيرة السحرة والمشعوذين، فعوض مراجعة الباكيكا لحساباتها الخاسرة في غرب كردستان سوريا، بدأت بإنتاج حيل من نوع آخر تحت مظلة الوحدة الوطنية. فيا ترى هل ستنسجم الباكيكا مع الوحدة الوطنية؟ دائما ما تلجأ الباكيكا للدعوة لسيناريو الوحدة الوطنية لدى نفاذ كل حيالها، غير أن حقيقة الباكيكا وحقيقة فكرها وأيديولوجيتها وهدفها الاستراتيجي تتجسد في معاداة حقيقة الوحدة الوطنية. فهي تقول بأنه ينبغي على الكرد فطارا أن يكونوا إيرانيين، وفي أنقرة أتراك، وفي العراق عراقيين، وفي سوريا سوريين. وهي تنتهج هذه الفكرة أساسا لمسيرتها، ولا تقول كتكتيك آني حسب الظروف والمستجدات السياسية، بل تبذل كافة جهودها لتكبيل الشعب الكردي بهذه الدول، وإلا لما قالت بأن الشنغال جزء من العراق، ولما ناولت الأعلام العراقية لشباب اليزيديين كما لم تكن لتكون جزءا من مرتزقات الحشد الشعبي. نعم، فآخر هموم الباكيكا هو الوحدة الوطنية، إن كانت لها هموم أصلا، فما تتحدث عنها من مشروع للوحدة الوطنية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إنما هو من أجل إقناع أنصارها، لكي تقول بعدها انظروا إلى مطالبتنا ومبادرتنا للوحدة الوطنية. وقد احتشدت حولها جيشا من الأقلام والحناجر المأجورة، كما جمعت 3 و 4 أحزاب شكلية، وتظهر نفسها أنها المناضلة لتأسيس الوحدة الوطنية، لتدعي فيما بعد أنها فعلت ما يتوجب عليها فعله. إلا أن الديمقراطي الكردستاني البارتي لم يرجع للخط القومي الصحيح، غير أن سياسة حرب الخنادق عام 16 وتسليمها لعفرين عام 18، وكذلك الاحتلال الذي تعرضت له كردستان سوريا أخيرا، تكشف حقيقة وهن الباكيكا وضعفها سياسيا، وأنها فقدت قواها بشكل كبير. فهي دائما ما تقول بأن هذا العام سيكون عام الانتصارات والقضاء على الأعداء، إلا أن الشعب الكردي لم يعد يؤمن بهذه الشعارات الجوفاء التي مضت وولت لغير رجعة. ولكي تسترجع الباكيكا اعتباراتها بين الشعب الكردي، فهي دائما ما تبدي مظلوميتها وتبرز نفسها وكأنها القوة الرئيسية الحامية للوحدة الوطنية، غير أن الحقيقة هي أن الباكيكا لا تؤمن بالوحدة الوطنية، بل تسخر مثل هذه الأفكار لرد اعتباراتها التي فقدتها ولحشد القوى حولها والتأثير على أنصارها ومواليها. فهي تتحرك ضمن هذا الإطار الاستراتيجي لتحقيق هذا الهدف، فقد وضعت إحدى قدمي هذه الاستراتيجية الرئيسية على طريق العداء للبارتي على وسائل إعلامها، متحدثة عن الوحدة الوطنية الوهمية، كما وتبدي تقاربات لينة فيما عدا الحرب الدامية على الكرد وكردستان في كردستان سوريا، بينما وضعت الرجل الثاني لهذه الاستراتيجية على ادعائها أنها فعلت ما يلزم، وأنها القوة الوحيدة التي تدعو للوحدة الوطنية وتحميها، كما وبدأت خلال الفترة الأخيرة بالعمل على الإساءة للبارتي وتسقيطه سياسيا بأنه لا يريد العودة لمسار الوحدة. فيا ترى ماذا سأفعل؟ بمعنى أن الساحر هنا أظهر الخنجر الموجه لخاصرة القومية الكردية على صورة الوحدة الوطنية للكرد،
في 18 كانون الأول عام 2020 عقد اجتماع بمدينة أما تحت شعار التوافق الوطني لتعلن الوحدة الوطنية، غير أن الأحزاب المشاركة في هذه الاجتماع كانت هدفا، دبابا، داتكا، وجميعها تتبنى سياسة البكك في كردستان تركيا شمال كردستان وتسير على نهجها، وهدفها الرئيسي هو تنفيذ مشروع التتريك، إذ لا يعقل أن يحافظ حراك سياسي يصب لتنفيذ مشروع التتريك أن يحافظ على الوحدة الوطنية ويدعو إليها، فهو بمثابة الجمع بين المتناقضين والتقارب والاندماج بين رؤيتين سياسيتين معاكستين مخالفتين مضادتين. فهنا سأطرح سؤالا بسيطا: كيف بدولة لا تسمح للشعب الديمقراطي بالتحرك قيد آن أن تسمح بتأسيس الوحدة الوطنية؟ فيا ترى هل الدولة مع الطرف الملهي والمغفل للشعب؟ نعم بكل تأكيد، فالدولة واثقة أن مثل هذه المحاولات لن تثمر، لهذا فهي تريد من الكرد أن يقوموا بإلهاء بعضهم البعض، فالبكك وهدفا تنفذان مشاريع التتريك في أنقرة بينما تدعوان للكردستانية في آمال، فهما السببان لما آلت إليه الوحدة الوطنية من وضع متذبذب غير مستقر يسير خطوة للأمام في حين تتراجع خطوتين. ختاما نقول: لا حاجة للكرد لهذا السحر والشعوذة، بل هم بأمس الحاجة للوحدة الوطنية الحقيقية، فوجود شعب الكرد ومكاسبه محفوفة بالمخاطر، فلا تتحقق الوحدة الوطنية بالسيناريوهات السياسية أو الاحتفالات، بل ستتحقق بالتضحيات والمحادثات والمناقشات المباشرة والجدية، فهي بحاجة لاستراتيجية وطنية وبرنامج منظم، وينبغي على البكك أن تدع هذا الدجل والشعوذة وتحرر إعلامها من جبهة العداء للكرد قبل كل شيء، كما يفترض بالذين ينشرون مقالات تحت أسماء مستعارة أمثال دوران كاركان ومصطفى قراسو أن يتلافوا ويهجروا ممارساتهم المؤججة للصراع والعداء بين الكرد.